خسيت 40 كيلو في 4 شهور. ازاي؟ تعالوا اقول لكم ازاي. طبعا بعد ما جربت الدايت والحرق عندك صفر ولازم تعملي مش عارفه ايه، المهم جربت كل حاجه ما عدا الجراحات. تمام، حلو. واحده صاحبتي جت قالت لي على موضوع الكيتو. دخلت الكيتو. عملت ايه بقى؟ موضوع بسيط خالص. نزلت جبت زبده بلدي وسيحتها بقت سمنه بلدي. جبت زيت زيتون. جبت خضار مسموح، كوسه، باميه، فاصوليا خضراء، ملوخيه، بتنجان، الحاجات اللي انا بحبها في الحاجات المسموحه. تمام. طبعا جبت بقى الفراخ الصغننه دي بتاعت الحشو دي، كنت باكل كل يوم فرخه. شويه الخيار والطماطم والحاجات دي كلها. تمام. صحيت الصبح جبت البيض وشويه بسطرمه، معلقه سمنه بلدي، وضربت كام بيضه حلوين كده لغايه انا لسه لحد دلوقتي مش عارفه المفروض اشبع بايه، ايه كميه الشبع اللي المفروض اعملها، لأن المفروض في الكيتو الاكل للشبع مش اكل في وسط الاكل خالص. فالمهم ومع شويه جرجير كده اكلتهم لغايه ما شبعت. استنيت شويه. اول ما جعت، كان في الاول مفيش حاجه اسمها صيام متقطع. اول ما جعت رحت واكله وجبه كيتو حلوه كده. الفرخيه الصغننه دي عملتها، حطيتها في الفرن وحطيتها بعد ما استوت يعني سلقتها طبعا. طلعتها حطيت عليها شويه طماطمايه معصوره وشويه زبده كده، حطيتها في الفرن. كلت معاها شويه ملوخيه حلوين، الشوربه علشان المفروض ان احنا بنشرب شوربه مع الاكل. زيتونتين خضر مخللين. وكلت لغايه ما شبعت. طبق سلطه في طماطمايه، تلك طماطمايه، خيارايه، نص بصلايه، نص كابوتشايه، جرجير زي ما انت عايز في اليوم. المفروض في الاول على الاقل بناكل 3 وجبات. استنيت لما جوع. كلت زي الفطار. شويه البيض المقليين البسطرمه ومن غير بسطرمه وشويه الجرجير. كلت لغايه ما شبعت. بس شويه كده. تاني يوم زي تالت يوم بقيت بنوع واعمل شويه بيتزا كيتو، شويه مش عارفه وصفات ايه بقى، الوصفات اللي هي جوه الكيتو كلاسيك علشان اخس. انا كنت داخله اخس واخس. شوية كده شهر كده شوية لقيت الدنيا ثبت في الوزن. أنا كنت تقريبا بخس نص كيلو في اليوم. طبعا مش هو ده المقياس خالص. أنا كنت بعمل كل شهر انبادي، هو ده اللي أنا كنت باخد بيه. كنت بشوف قد إيه نزلت دهون وقد إيه المقاسات بقت عاملة إزاي. طبعا مقاسات والدهون، نسبة الدهون دي حاجة تانية خالص غير الميزان. يعني أنت مثلا وزنك 70 كيلو، أنت اللي يشوفك كده يقول لك لا ده أنت يعني أكترك 60 50 كيلو. المهم كنت بقى أقول خلاص بقى ده كده النظام جاب آخره.